بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن مباراة النادي الأهلي وبتروجيت، تالت مباراة للأهلي في الدوري ب9 نقطة. الأهلي متصدر الدوري حتى الآن، ده شيء كويس جدا في البداية، انه انت تقدر تحاول تحافظ على الثلاث نقط في كل مباراة، بغض النظر عن المستوى المتدني في المباراة دي والمباراة اللي فاتت، خصوصا في الشوط الأولاني في مباراة بتروجيت اللي هنتكلم عنها النهاردة بشكل مستفيض أكتر من كده. ما نيجي نبص على تشكيل الفريقين، طبعا النادي الاهلي دخل بالتشكيلة المعتادة في الفترة الأخيرة 4-2-3-1، بيعوض الغيابات الغيابات باللاعب البديل. يعني كان عندنا إكرامي فتحي في اليمين، نجيب حجازي رحيل، صالح جمعة النهاردة بديل حسام عاشور، حسام غالي، وقدام مؤمن زكريا وعبد الله السعيد وليد سليمان وجون أنطوي. الخطة العادية جدا الأهلي بيلعب بيها في الفترة المعتادة أو في الفترة الأخيرة، مع ثبات تشكيل، تغيير في بعض الأماكن بشكل صغير جدا، بحيث إن بيسيرو يقدر يتعرف على اللاعبين بشكل أكبر. هو محتاج إنه يثبت تشكيلة حاليا، ثم إنه فيما بعد يبدأ يدخل لعيبة واحدة واحدة. هنبدأ نتفرج على التغييرات دي ممكن بعد فترة إيقاف الدوري وعودته مرة تانية، انه ممكن يبقى فيه معسكر خارجي ان شاء الله، او حتى معسكر هيبقى هنا مع بعض المباريات الودية. كل ده هيعرف بسيرو وهيديله مساحة اكبر انه يعرف اللاعبين، وخصوصا ان معظم لاعبي النادي الاهلي هم لعيبة دوليين، فهيبقوا اللعيبة اللي قاعدين مع بسيرو نفسه في الفترة دي هي اللعيبة المحلية، هي اللعيبة الاحتياطية، هيقدر يعمل بيهم توليفة كويسة. وفي لعيبة انا اتوقع انه زي احمد الشيخ، زي محمد حمدي زكي، هيقدروا يدخلوا في التشكيل ان شاء الله ويبقى ليهم دور. باسم علي ممكن يستعيد مكانه مرة تانية، ويبقى في تنافس بينه وبين فتحي ان شاء الله. يعني اللي جاي افضل بامر الله. خطة لعب النادي الاهلي كالعادة، عبد الله السعيد بيتحرك دايما خلف جون أنطوي يمين او شمال او تحتيه في العمق. كمان مؤمن زكريا وليد سليمان بيتحركوا دايما في العمق، وبيبقى فيه حرية في الحركة ما بين الاتنين وتبادل. النهاردة عبد الله السعيد كان بيرجع مكان صالح جمعة في وقت كبير، صالح جمعة كان بيتقدم. النهاردة شفنا كمان للمباراة التانية على التوالي ان فتحي ورحيل ليهم واجبات هجومية كبيرة، وليهم بيتحركوا بيغطي مكانهم صالح جمعة او حسام غالي، احيانا نجيب احيانا حجازي حسب الهجمة المرتدة. الهجمات المرتدة شكلت النهاردة خطورة على النادي الاهلي في بعض اللقطات، خصوصا من الثلاثي كريم وبيكلي وشيبو. الثلاث لعيبه دول يعني فرقوا كتير قوي في خط وسط بتروجيت. بيكلي كان يعتبر مهاجم متاخر ورا محمد رجب، اللي انا شخصيا احترمه جدا على مهاجم جيد وصاعد، وان شاء الله هيبقى ليه مستقبل كويس ونتمنى له التوفيق. بيكلي كان بيرجع مع شيبو كريم بيتقدموا هما التلاتة، ده كان محور لعب نادي بتروجيت. احمد حسن بيقدم مباريات جيدة جدا، نتمنى له التوفيق، ومن الشخصيات المحترمة ومن الشخصيات اللي تستحق ان احنا نشوفها ونتمنى لها كل خير. الشوط الاولاني ما كانش فيه اي فرص، كان شوط ممل جدا، ما كانش فيه سوى بعض الهجمات المرتده من نادي بتروجيت وفرصتين، تسديده مؤمن تسديده صالح جمعه وتسديده احمد فتحي في نهايه الشوط. غير كده كانت المباراه ممله جدا، فيها كميه مص كبيره بشكل غير طبيعي. المباراه دي او مع بدايه الشوط التاني بيصيروا غير بسرعة جدا، خرج صالح جمعة ونزل رمضان صبحي. صالح كان عامل ثغرة في خط الوسط بتقدمه الشديد. انا مع التغيير وضده مع التغيير، انه صالح جمعة كان لازم يسيب خط الوسط، لكن انا كنت شايف انه ممكن يكون بديل لمؤمن زكريا. ده كان او كنت اتمنى ان مؤمن اللي يطلع وينزل رمضان، او مؤمن يطلع وينزل اي حد تاني من المهاجمين، وتتغير الخطة انه غالي يبقى ليبرو متقدم قدام حجازي ونجيب وعبد الله السعيد وصالح جمعة، وقدامهم رمضان صبحي مثلا او اي حد. فدي كانت ممكن تفرق شوية مع النادي الاهلي، او وليد سليمان ويبقى قدامه جون أنطوي وعمرو جمال، لو نزل عمرو جمال او نزل اي مهاجم تاني. لكن بسيرو هو الأدرى، هو اللي عمل التغيير. طبعا التغيير كان فرق معاه في الشوط التاني بشكل كويس.
لحد الدقيقة 60 كانت الهجمات اكتر لنادي بتروجيت. كان في هجمتين ورا بعض على طول انقذهم ببراعة جدا شريف اكرامي. دي الهجمة الاولانية، محمد رجب وانفراد صريح من نص الملعب حط احمد حجازي في ظهره. لما نيجي نتفرج على الداتا شو نقدر نشوفها اكتر. بيكلي عمل تمريرة جيدة جدا، محمد رجب وفارق السرعة مع حجازي قدر يعدي، ولولا خروج اكرامي وتألقه انه قفل المرمى كان ممكن يبقى الهدف الاول. الحمد لله طبعا. دي الهجمة التانية، جيمس بيكلي. نقف هنا ونتفرج على تبادل الادوار اللي حصل ما بين كريم ومحمد رجب. اللحظة دي هي اللي عملت البرجلة في النادي الاهلي، في دفاع النادي الاهلي، بجانب انه كمان بيكلي ضم نص الملعب وقدر انه يعمل تمريرة جيدة جدا. نتفرج على الهدف مرة تانية، او عفوا نتفرج على الفرصة مرة تانية. ادي بيكلي، دي اللحظة اللي انا بتكلم فيها، مع التمريرة الجيدة جدا في العمق ما بين محمد نجيب واحمد حجازي. محمد نجيب ما غطاش، ما دافعش، ما غطاش بشكل كويس. المفروض ان محمد نجيب في الحته دي بتاعته، المفروض ان اللاعب ما يعديش في ظهره بالمنظر ده. ما نبص على الداتا شو، ادي التبادل اللي حصل، تبادل الادوار، ثم التمريره اللي عدت ما بين نجيب وحجازي، ولولا تألق اكرامي وخروجه في الوقت المناسب كان ايضا هدف اول. نيجي نتفرج، دي الهجمة المؤثرة للنادي الاهلي كانت في الدقيقة حاجة و70 تقريبا. مؤمن زكريا استغل المساحة اللي ورا الباك شمال، اللي ورا أسامة محمد. هو استغل المساحة دي لأنه تحرك رمضان ضم معاه ضبش وأسامة محمد، فضل مساحة تماما لمؤمن زكريا اللي قدر يستغلها، ولولا تألق محمد الشناوي كان أيضا هيكون الهدف الأول. بعدها الأهلي عمل تغيير تالت، بنزول عماد متعب مكان وليد سليمان، ولعب ب2 راس حربة، وكان الوضع انه 4-2-2-2. الحمد لله جه الجون الاول من تمريرة رائعة من حسام غالي هنا على الطاير. صبر رحيل استلمها، دخل رفع عينه ورفع الكورة على دماغ عماد متعب اللي دائما وابدا بينقذ النادي الاهلي في اللحظات اللي الاهلي بيبقى محتاجه فيها. ادي الكورة مرة تانية، تحرك عماد متعب في المساحة الفاضية ورا الاتنين المدافعين. دي الهجمة بعديها على طول تحرك رمضان صبحي رائع جدا. جون انطوي تحرك وخد معاه الاتنين المدافعين، فضل مساحة تماما لعماد متعب اللي تعامل مع الكورة بشيء من الرعونة او بشيء من التسرع. كان ممكن يبقى الهدف التاني، وكان ممكن متعب يفرق كتير مع الجونين دول، ولكن قدر الله ما شاء فعل. المباراة بشكل عام ما كانش فيها فنيات كتير كالعادة في الفترة الأخيرة، وخصوصا من جزء كبير في مباراة طلائع الجيش ومباراة غزل المحلة. والنهاردة المباراة ما فيهاش فنيات كتير، مباراة فيها كمية ميس باص غريبة، فيها كمية ميس باص كتير قوي من اللعيبة، وخصوصا لعيبة نص الملعب. ان شاء الله نتمنى ان يكون اللي جاي افضل، نتمنى انه يبقى عندنا فريق واتنين او لاعب واتنين في كل مركز، نتمنى ان احنا نشوف لعيبة تانية. ان شاء الله التوفيق. نقدر نحافظ على السجل ده، لو قدرنا كمان نكسب المباراتين اللي جايين ان شاء الله هيفرق معانا كتير اوي. ان انت تبقى خدت 15 نقطة في اول 5 مباريات، هيخليك راكب الدوري ويخليك راكب جدول المسابقة مرتاح جدا من اول 5 مباريات، وخصوصا ان انت هيبقى عندك فترة راحة طويلة. ترجع بفترة الراحة دي وانت معاك 15 نقطة تفرق معاك كتير. في النهاية نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في المباريات اللي جاية. نتمنى كمان ان احنا نكون قدمنا لكم حاجة كويسة، شيء يليق بيكم، يليق بشعب النادي الاهلي وجمهوره العظيم وكيان النادي الاهلي. وشكرا.